ليه إحنا ما بنثقش في نفسنا؟ ومين اللي سرق الثقة دي مننا؟ تخيل معايا كده المشهد ده، طفل صغير بيمسك قلم لأول مرة وبيرسم خط مايل، وبعدين بيبص لمامته بفخر كده وشديد، بفخر شديد بيقول لها شوفي يا ماما أنا عملت إيه؟ من غير ما ينكسف، من غير ما يخاف، لأنه ببساطة كان واثق في نفسه. لكن السؤال المؤلم هو إيه بقى؟ إيه اللي حصل لينا وإحنا بنكبر؟ ليه الإنسان بقى يخاف من رأي الناس قوي؟ ليه بقينا نتردد قبل ما نبدأ أي حاجة؟ ليه بنحس كتير إننا أقل من الناس التانيين؟ أنت عارف يا صديقي، غالب الناس ما بيفشلوش علشان هم ضعاف، ولكن بيفشلوا علشان ما عندهمش ثقة في نفسهم. الثقة بالنفس، بعد ما فهمت نفسك وتعلمت تتحكم في أفكارك، يبقى لازم تبني القوة الداخلية والثقة بالنفس. ازاي تقدر تبني ثقتك الحقيقية في نفسك؟ الكلام ده كله احنا طبعا قلناه في الحلقات اللي فاتت، لو انت ما شفتوش حاول ترجع تشوفه. الثقة بالنفس، ازاي تبقى انت اقوى من الشكوك اللي جواك؟ خليني اسألك سؤال بصراحة، كم مرة ضيعت فرصة مش لانك مش عارف، لكن لانك شكيت في نفسك؟ كم مرة قلت انا مش قدها، مش هينفع، الناس احسن مني؟ الحقيقة المؤلمة يا صديقي إن أكبر عدو للإنسان أحيانا بيبقى ضعف ثقة في نفسه، علشان كده بيفشل. إحنا في الحلقة دي هنتكلم عن شيء لو اتوفقنا ليه ممكن يغير كتير أوي في حياة الناس، ألا وهو الثقة بالنفس. مش الثقة المزيفة، مش التكبر على الناس، لكن الثقة الحقيقية الهادية اللي تخليك تمشي في الدنيا وانت عارف قيمتك. بعض الأسباب اللي ممكن نعملها هتقوي ثقتك في نفسك. أول حاجة لازم تعرف قيمة نفسك، اعرف قيمة نفسك. كل إنسان في الدنيا عنده حاجة بتميزه، بس المشكلة إن أغلب الناس بيركز على اللي ناقص فيه، بينسى مميزاته. ابدأ اسأل نفسك كده، إيه الحاجات اللي أنا بعرف أعملها كويس؟ كله يعني أنت بتعرف حاجة، أنا ما بعرفش أعمل حاجة، أنا بعرف أعمل حاجة أنت مش تعملها. إيه هي الصفات الجميلة اللي في شخصيتي؟ هات ورقة وقلم كده واكتب، قول والله أنا فيا مميزات 1 2 3 وفيا عيوب 1 2 3. موضوع الكتابة ده يا جماعة مهم جدا، يعني عند الناس بتوع التنمية البشرية طلع ده موضوع كبير إن أنت تجيب ورقة وقلم وتكتب ده. هات ورقة وقلم واكتب وجرب، هتكتشف إن عندك حاجات كتير قوي أنت ما كنتش واخد بالك منها. الثقة في النفس بتبدأ من هنا، إنك تشوف نفسك على حقيقتها، مش زي ما عقلك بيخوفك منها. تاني حاجة، ما تقارنش نفسك بحد. من اكبر الحاجات اللي بتسرق ثقتك في نفسك ان انت تقارن نفسك بحد، وتشوف نجاحات الناس وتشوف سفرهم وتشوف فلوسهم وتشوف انجازاتهم، فتقول لنفسك ده انا متاخر، ده انا فين على ما اوصل للكلام ده؟ خلاص اللي اتجوز اتجوز، واللي بنى بنى، واللي شرى عربيه شرى عربيه. لا يا حبيبي، الحقيقه انك لسه في البدايه، انت في بدايه حياتك، هم خلاص في نص الطريق او خلصوا الطريق. فكل انسان ليه وقته، ليه قصته. امشي في طريقك ومالكش دعوه بطريق غيرك. تالت حاجة، اهتم بمظهرك، خلي شكلك جميل، خلي شكلك شيك، هدومك جميلة، هدومك نظيفة، هدومك مكوية، شعرك جميل، حاطط برفان. آه، خليك شيك. المظهر مش كل حاجة عشان بس نبقى متفقين، في ناس فيها كل الحاجات الشياكة دي، بس للأسف يعني أنا آسف في اللفظ ما تقلعوش من جزمتك. ولكن المظهر مهم، ما حدش يقدر ينكر، ليه تأثير كبير جدا على إحساس الشخص اللي بيهتم بمظهره وبنظافته وبترتيبه بيحس بقيمة كبيرة لنفسه. اهتم بنفسك مش علشان خاطر الناس، اهتم بنفسك علشان احترامك لنفسك. رابع حاجة علشان يبقى عندك ثقة في النفس، بطل تجلد في نفسك. يعني ايه تجلد في نفسك؟ بطل ضرب في نفسك. الضرب في ضرب مادي وفي ضرب معنوي، انك تأذي نفسك معنويا. بعض الناس لما بيغلط بيعاقب نفسه بأسوأ، بيقول لنفسه انت فاشل، انت غبي، انت ما تنفعش الحاجه. وده شيء خطير. كل انسان بيغلط، لكن الفرق بين الناس، اتعلمت من غلطك ولا لا؟ اتحطمت ولا لا؟ خامس حاجه، اعمل الحاجات اللي انت بتخاف منها. انت الحاجات اللي انت بتخاف منها هتفضل بتخاف منها لحد ما تقتحمها. الثقه بالنفس ما بتجيش بالكلام يا جماعه، بتيجي من التجربه. اتكلم قدام الناس،
بتخاف تتكلم، اتكلم قدام الناس. بتخاف تمشي من طريق ضلمه، امشي في الضلمه. بتخاف تقعد في الضلمه، اقعد في الضلمه. انت هتكسر الرهبه دي. جرب حاجات جديده، ابدا مشروعك، اتعلم مهاره. في البدايه هتبقى خايف، لكن بعد كل تجربه في حاجه كبيره هتكبر جواك اسمها الشجاعه. سادس حاجه، حط نفسك بين ناس ايجابيين. بعض الناس وجودهم في حياتك بيرفعك، وبعضهم بيطفيك. اختار اللي يشجعك مش اللي يتريق عليك. اختار اللي يدفعك للامام مش اللي يشدك للخلف. البيئه بتصنع الكتير يا جماعه، البيئه بتصنع الكتير. واحنا ياما كنا صاحبنا ناس ما كانوش احسن حاجه شدونا لورا، وصاحبنا ناس كانوا كويسين شدونا لقدام. الصاحب ساحب. سابع حاجه، حط اهدافك قدامك وخلي اهدافك في البدايه صغيره عشان تعرف تحققها. الثقه بالنفس بتنمو. عملت حاجه صغيره بكره تعمل حاجه كبيره. النهارده عملت حاجه بكره تعمل حاجتين. لما بتحقق حاجه ما تبداش باهداف ضخمه، ابدا بحاجات بسيطه. اقرا 10 ورقات في كتاب، انزل اتمشى 3 4 دقائق، اجري دقيقتين، اتعلم مهاره صغيره. كل انجاز صغير انت بتعمله بيبني حجر جديد في قصر ثقتك بنفسك. تامن حاجه، سامح نفسك على الماضي. كلنا غلطنا، ومش اخر مره هنغلط، لسه هنغلط تاني، عشان دي الطبيعه البشريه يعني. فمحدش بيعيش من غير اخطاء، لكن بعض الناس بيعيشوا مأسورين للماضي. بيقولوا انا لو ما كنتش عملت كده، لو ما كنتش غلطت الغلطه دي. بس الماضي خلاص انتهى، الماضي خلاص انتهى، والحياه قدامك مش وراك، الحياه قدامك مش وراك. سامح نفسك وابدا تاني من جديد. ما تخافش، ابدا تاني من جديد وان شاء الله ربنا يكرمك والامور هتبقى احسن. تاسع حاجه، اتعلم مهاره جديده، اتعلم حاجه جديده. العلم بيدي الانسان قوه، كل مهاره جديده بتضيف طوبه جديده في قصر ثقتك بنفسك. اقرا، اتعلم، جرب. العقل اللي بيتعلم ما بيعرفش الضعف. افتكر دايما يا صديقي ان ربنا خلقك علشان حاجه. انت مش عدم، وما جيتش الدنيا من غير معنى. ليك دور وليك رساله وليك طريق. لما تفهم كده هتعرف انك مش شخص عادي، بل انسان ليه قيمه. خاتمه الحلقه يا صديقي، الثقه بالنفس مش هديه. ما فيش حد هيديك خد الف يلا انت كسبت معانا ثقتك في نفسك. لا، ده بيت كبير بيتبني طوبه طوبه، وبفكر صح وبخطوات شجاعه وبايمانك بنفسك. ابدا النهارده حتى لو بخطوه صغيره، ابدا النهارده حتى لو بفكره صغيره، ابدا النهارده حتى لو بهدف قليل. بس اهم حاجه ما توقفش يا صديقي، طول ما انت ماشي هتوصل. ولو وصلت لهنا اشترك معنا في القناه وشوف الحلقات اللي فاتت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.